السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الرق الناشف. هنعمله بمية ودقيق وملح بس. واللهم بارك، الرقة طالعة خفيفة وكمان مش معضمة، وبجد طالعة تحفة. هقولك على طريقة العجينة المظبوطة وكمان السوا، بس يا ريت تتابعيني للآخر. ويا ريت لها أول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. لو بتعملي الرق الناشف وما بينشفش معاكي في السوا هقولك من ايه، بس تابعيني للآخر علشان بجد في خطوات مهمة جدا. اللهم بارك، الرقة خفيفة وكمان مش معضمة. تعالوا بقى نشوف الطريقة المظبوطة. بس في الأول هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ضفت كده نص معلقة ملح مع الدقيق، وهنزل بقى بالمية واحدة واحدة. عجينة الرقاق ما بتبقاش عجينة طرية ولا عجينة يابسة جامد، بتبقى كده عجينة في الوسط. فعشان نخليها عجينة مظبوطة ننزل بالمية واحدة واحدة، ما نطريش العجينة في الأول. عجينة الرقاق لازم تلتيها على اليابس الأول، وتلتيها كويس لحد ما تنعم تحت ايدك. واحنا نعجن في حاجة ستانلس، ما نعجنش في حاجة بلاستيك علشان ما تتكسرش واحنا بنعجن. وبعد كده بننزل بالمية واحدة واحدة لحد ما الدقيق يختفي. بعد كده بنوقف مية خالص وننزل نعجن العجينة بايدينا ونلتها كويس. لو اتلتت معاكي هتلاقي بقى العجينة بتفرديها ما بتاخدش معاكي كمية دقيق. العجينة الطرية هتغلبك وانت بتفرديها، وكمان هتاخد معاكي كمية دقيق. وترجعي بقى تسويها هتلاقيها ما بتنشفش. وانت طلعتيها من الفرن طرية ونشفت معاكي من الهوا هتبقى معاكي معضمة جامد، علشان هي ما خدتش كده كفايتها في العجين، وكمان الفرد سمكها تخين. فاحنا بقى هنخلي العجينة يابسة ونلتها جامد كده ونجمد شوية على العجينة، علشان بقى ساعة ما نيجي نفرد ما نلقاش تلزيق خالص واحنا بنفرد، وما ياخدش معانا كمية دقيق. وبعد السوا يطلع معانا مظبوط. نيجي بقى نعمله بالحليب او بالشوربة يبقى معانا طري ما يكونش معضم. بعد بقى ما خلصت العجينة وظبطتها والعجينة نعمت تحت ايدي، هقطع بقى العجينة. وعملت كده حجم الكورة قد الليمونة الكبيرة. هعمل بقى الكمية كلها وهغطيها بكيس علشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة. لو عايزة تعملي الرق ويطلع معاكي مظبوط وما يغلبكش خالص في الفرد وما ياخدش معاكي كمية دقيق، وبعد السوا يطلع معاكي تحفة، انا عايزاكي بقى تجربي طريقة النهاردة. احسن طريقة بجد هتعملي بيها الرق هي طريقة النهاردة. انا كده خلصت الكمية، هغطيهم بقى بالكيس. وكمان هنبدأ ان احنا نفرد. انا هفرد معاكم قطعتين، بس لو انت لسه مبتدئة وهيتلزقوا معاكي والعجينة مش مظبوطة اعملي قطعة واحدة. بس انا هنا ظابطة العجينة، والعجينة اللهم بارك ما فيهاش اي تلزيق خالص، وفي نفس الوقت بتفرد معايا بكل سهولة. فانا هعمل معاكم قطعتين. فرد العجينة سهل جدا وهقولك ازاي تفرديه. انا هعمل معاكم بالنشابة الخشب، بس لو ما عندكش بقى نشابة اي ايد مقشة واعمليها ونضفيها وهتعملي بيها وتوسعي بيها العجينة. انا عن نفسي بحب اشتغل بالنشابة التانية علشان بلم العجينة وبتوسع معايا بسرعة. بس انا هعمل معاكم بالنشابة اللي معايا، بس هعمل معاكم قطعتين علشان اخلص الكمية على طول. لو هتعملي بقى القطعتين هترشي رشة دقيق في الوسط، وكل شوية تقلبي العجينة وتشوفيها علشان ما تلزقش معاكي. لو هتعمليها بالنشابة الخشب هتلمي العجينة على النشابة وتاخدي من جوه كده توسعي لبره، والجنب اللي انتي خدتيه على النشابة هتسيبيه وتاخدي اللي جنبيه لحد ما تلفي كده على سمك الرقة كلها، وتكون سمكها رايق معاكي وما يكونش فيها اي دقيق. كده هتلاقي بقى الرقة وسعت معاكي وما فيهاش اي دقيق. اعملي بقى واحدة واحدة لو انتي لسه مبتدئة علشان ما يلزقش معاكي في الاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انا بقى بحب اعمل الرق ومفيهوش اي حاجة صعبة. وكمان بعمل بالنشابة العادية او النشابة اللي معايا بعمل بالقطعتين، فبتلاقيني بقى خلصت الكمية كلها مرة واحدة. بنجيب بقى ملاية ونفرشها على الارض او على الترابيزة، ونحط بقى ونوسع بعيد عن بعضه علشان لسه هناخد وقت واحنا بنعمل، علشان اخر ما هنخلص ونقوم نسويه لو تقيل على بعضيه هتلاقيه لزق ومنعرفش نطلع ولا واحدة خالص. فاحنا نوسع بعيد عن بعضه علشان لسه هناخد وقت على ما نفرد الكمية الباقية، علشان بعد ما بنخلص بنقوم نسويها. ساعة بقى ما نيجي نسوي منلاقيش حاجة لزقت خالص في التانية. بننطر واحدة بعيدة عن التانية ونقعد في مكان ما يكونش هاوي، يعني ما يكونش فيه مروحة، علشان ما ينشفش معاكي من المروحة.
لو عامله كميه كبيره يعني حوالي كده 5 كيلو، ما ينفعش خالص ان انت تعمليهم كلهم وتقومي تسويهم، لا هتعمليهم على 3 مرات. تفرشي الملايه وترصي عليها، واول ما تتقل عليها تقومي تسويها، وبعد كده تطفي وتكملي بقى بقيه الفرد وتقومي تسوي. انا كده عملت الكيلو على مره واحده. وبوريكي كمان ان هو مفيهوش حاجه لزقت خالص، واللهم بارك سمكه جميل جدا ومفيهوش اي دقيق، علشان بقى تاكلوا الرقاقه كده في الاخر ما يكونش طعمها دقيق، وكمان يكون رقيقه وما تكونش معضمه. بجد بقى علشان تظبطي بقيه الخطوات، هي اهم خطوه خطوه العجين. العجينه لو طريه هتلاقيها بتتلزق معاكي وانت بتفردي، وكمان لو حطيتي الكميه كلها على طبليه زي ما انا حطاها كده هتلاقيها لزقت، ومش هتعرفي بقى تسوي ولا واحده علشان هتلاقيه كله لزق لبعضيه. انا كده بقى شغلت الفرن سخن، واول ما سخن وطيت البلاطه وخليت الجنوب وسط، ودخلت بقى كده بالمطرحه. لو مش هتشتغلي بالمطرحه ممكن تلفيها كده على النشابه او على اي ايد مقشه، وتدخلي كده وتفرديها على البلاطه. ولو مش هتسويه في الفرن تسويه على عين البوتاجاز، اكبر صينيه في الطقم هتكفيها، وتسوي عليها الكميه هي نفس التسويه. بس اهم حاجه ان النار تكون هاديه علشان ما تتحرقش معاكي، وكمان تديريها كل شويه علشان تستوي معاكي مظبوط. ما تطلعهاش من الفرن خالص وهي لسه طريه. اول ما بتستوي بتديكي لون اصفر بتقلبيها للجنب التاني، وبتديريها لحد ما تنشف معاكي. تسوية الفرن هي نفس تسوية البوتاجاز، بس اهم حاجة ان انت تسويها مظبوط وما تطلعهاش لسه يعني طرية، وتنشف معاكي من الهواء علشان ما تبقاش معضمة وانت بتاكليها. الرق النهاردة اللهم بارك بيتكلم عن نفسه، مش محتاجة ان انا اتكلم عنه. شفاف كمان، فردناه مدور معانا ما فيهوش اي دقيق، وكمان اللهم بارك بجد طالع تحفه. ريحه الرق وهي بتستوي بجد جميله جدا، وكمان علشان هو ما فيهوش اي خميره فطعمه حلو جدا. تاكليه بقى مع حاجه مسكره او حاجه حادقه بيبقى طعمه بجد تحفه. تعمليه بقى صواني كده باللحمه المفرومه، او لو عايزه تعمليها صينيه ساده يعني مش محشيه، هتبقى معاكي كده زي الفطيره، بجد بيبقى طعمها تحفه. اهم حاجه ان انت تمشي على نفس الخطوات، والسوا تسويه على طول يعني هو ما بيخمرش. بتقومي تخلصي الكميه بتسويها. لو عامله كميه كبيره بتعمليها تسويها على مرتين او 3. لو عامله كميه كيلو هتعمليها على مره واحده، بس توسعي بعيد عن بعضه علشان ساعه ما تيجي تسوي ما تلاقيهاش لزقت لبعضيها، وتعرفي تسوي الكميه وتطلع معاكي مظبوطه. كل الخطوات دي مهمة جدا، علشان كده بقولك تابعيني لحد الآخر، علشان بجد في خطوات مهمة جدا. خطواته سهلة جدا وبسيطة، ان عملتيه بقى وجربتيه بنفس الخطوات هيطلع معاكي مظبوط 100%، ومش هيبقى فيه اي تلزيق ولا فيه اي دقيق. والرقه هتطلع كده ناشفه من الفرن يعني مش تخينه سمكها. واللهم بارك يعني هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاجه ان انا اتكلم عنه. انا كده بقى خلصت الكميه كلها. الكيلو عمل معايا كميه تحفه، اللهم بارك. رقيق ومفيهوش دقيق، وكمان اللهم بارك ناشف ومش طري ومش معضم. اتمنى بقى ان انت تمشي على كل الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط. واهم خطوه هي خطوه العجين، انا عايزاكي بس تظبطيها، هتلاقي بقى شغل الرق سهل جدا ومفيهوش حاجه صعبه خالص. ولو عندكم اي سؤال يا ريت تكتبولي في التعليقات، انا تحت امركم. انتوا كلكم اخواتي وحبايبي. اهم حاجه بس ما تعجنيش العجينه طريه علشان ما تغلبكش وانت بتفرديها وتتلزق معاكي وتاخد معاكي كميه دي، وطعم الرق مش هيبقى حلو في الاخر. بتمنى بقى ان انت تمشي على كل خطوه علشان يطلع معاكي مظبوط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناه، واستناني في فيديو